أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. أهلا بكم، معاكم عماد العطار. النهاردة الخبر اللي قدامي: بيع رأس الحكمة للإمارات مقابل 22 مليار دولار بين غضب المصريين وتوضيح المسؤولين. أعزائي المشاهدين، الخبر أصلا اللي قدامي ده أنا أول ما فتحت على الخبر بصراحة أنا اتخضيت، ما أكدبش عليكم. يعني ما حدش يقدر يزايد على حبي لبلدي. أنا بحب بلدي جدا جدا جدا، وأيضا رئيسنا وحكومتنا وكل فرد في مصر بيحب بلده حب لا تتخيلوه. اوعى تصدق واحد مرة يقعد معاك او يكون زهقان يقول لك ايه: انا عايز اخرج بره البلد، انا ما بقتش طايق البلد، اصل البلد بقى فيها غلا، اصل البلد خنقتني، اصل لا 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 لا. ده كل الكلام ده بيقوله من وراء قلبه، لكن الحقيقة خلاف كده تماما. كل واحد مننا بيحب بلده. حتى الرئيس الراحل لما طلع في خطبته الأخيرة قال إيه؟ قال: أنا بحب بلدي وهندفن في بلدي، برغم ان قامت ثورة عليه الرئيس محمد حسني مبارك. النهاردة رئيسنا، حكومتنا، المسؤولين، كل واحد بيتكلم فعلا، يعني الدافع اللي جواه حب للبلد. فأنا والله لما قريت خبر بيع رأس الحكمة للإمارات مقابل 22 مليار دولار بين غضب المصريين وتوضيح المسؤولين، طبعا خبر يعني معلش مرعب، كلمة بيع. لكن اللي أنا عرفته وبعد ما سمعت المذيعين او الاعلاميين احمد موسى، بعد ما سمعت الاعلامي مصطفى بكري وغيره النهارده، وطبعا الاعلامي عمرو اديب، قالوا ان ده هيكون مجرد استثمار ولسه كمان لم يتفق عليه ولم توضع الخطوط النهائية ماشي لهذا الموضوع. من ضمن المشروعات دي مشروع رأس الحكمة. في معلومات بتقول أن هناك يعني شخصيات أو أنه في اتجاه لطرح هذا المشروع على العديد من المستثمرين، وبالفعل يبدو أن هناك بالفعل اتفاق وفي عمل وفي استثمارات تم التوافق عنها، والمنطقة دي موجودة في الساحل الشمالي وهتتعمل في راس الحكمة. نتكلم على، عايز اقول لحضراتكم هيكون اغلى متر ارض في مصر، من الاخر يعني هيكون اغلى متر ارض في مصر. ايوه بقول لحضراتكم معلومة، راس الحكمة هتكون اغلى متر ارض في مصر، بس نقطة. الموضوع يا جماعة لسه محدش يعرف عنه اي حاجة رسمية، ولكن الاشاعة طلعت. فطبعا هنا مكتوب بين غضب المصريين وتوضيح المسؤولين. المفروض ان احنا ننتظر ما نطلعش الاشاعة، وبعدين عندنا في مصر الاشاعة بتطلع بيزيد عليها كتير قوي قوي قوي. وفي ناس عاملة انها ابو العريف، يا خلاص اصل البلد تضيع، اصل البلد اتباعت، خلاص احنا ضيعنا خلاص. طبعا كل الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة. ان انا عشان اقرا خبر النهارده بيع راسي خلاص البلد اتباعت، البلد راحت، البلد لا 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 لا, لا ما ينفعش. لازم نتأكد من المعلومة ونقولها صح، وخاصة الإعلاميين. النهاردة
الاعلامي احمد موسى والاعلامي مصطفى بكري وغيره وغيره بيقول ان ده هيبقى استثمار، واستثمار كبير جدا لدرجه ان اعداء الوطن من الاعلاميين اللي في الخارج عملوا صيت كبير قوي لراس الحكمه، لدرجه ان المتر في راس الحكمه يبقى اغلى متر في مصر، هيبقى اغلى بيع في مصر. يعني رب ضرة ايه نافعه. طبعا الاعلام المعادي طلع وقال ان خلاص هتتباع الارض والوطن بيتباع والكلام ده كله، ولكن في مسؤولين هيطلعوا لو كان الكلام ده صحيح او غير صحيح هيوضحوه ويقول لك ايه اللي هيحصل بالظبط. ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هل هيكون في بيع؟ هل هيكون في استثمار لمدة معينة؟ هل هيكون في حق امتياز؟ هل كل الكلام ده سابق لأوانه. ولكن أنا بطالبكم بالهدوء ولا للإشاعات. ده اللي أنا أقدر أقوله دلوقتي، لأن هو خبر بيع راس الحكمة للإمارات مقابل 22 مليار دولار وهكذا من غضب والكلام ده كله، ولكن لسه مفيش أي حاجة أمامنا موضحة، ولا مسؤول طلع قال خلاص هيحصل، ولا مسؤول طلع قال خلاص يا جماعة تم البيع أو في حق امتياز أو هنستثمر أو لكن في تفاصيل طبعا انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عن بيع راس الحكمة في الساحل الشمالي لأحد المستثمرين الإماراتيين. ده فعلا ده وانتشر بسرعة الصاروخ إن في مستثمر او مستثمرين اماراتيين خلاص هينزلوا راس الحكمه وهيستثمروا فيها. وهيستثمروا ايه المشكله في الاستثمار؟ انا عايز اعرف. يعني ده انا بقول للناس، انا بقول عليا انا، ايه المشكله لما اجيب مستثمر ويستثمر؟ وطبعا احنا مش هنصرف اي حاجه ولا الدوله هتصرف اي حاجه، المستثمر اللي هينزل يستثمر وهيشغل ناس وهيدر علينا نفع كبير جدا. انما الفرق بين الاستثمار وبين البيع والتنازل عن الارض، خلي بالكم في فرق بين الاستثمار والبيع والتنازل عن الارض. أعزائي المشاهدين تعالوا نكمل الخبر بيقول: وتداولت الأنباء بشأن بدء مشروع عملاق لمدينة سياحية كاملة على أرض راس الحكمة بالساحل الشمالي، وتحصل بمقتضاه مصر على 22 مليار دولار على 7 سنوات. الخبر اهو بيقول ايه؟ وتداولت الأنباء، برضه اهو إشاعة او انباء، وده بيقول لي ده وده بيقول لي ده وده بيقول لي ده، ان في يا جماعه مشروع عملاق لمدينه سياحيه هتتقام على ارض راس الحكمه بالساحل الشمالي، ومصر هتاخد 22 مليار دولار على 7 سنين، يعني نظام تقسيط. تمام؟ برضو مفيش اي خبر او اي حاجه رسميه بتؤكد ذلك، بينما انتشرت انباء اخرى الى ان الدوله المصريه ستعلن قريبا عن مخطط لمشروع عملاق لمدينه سياحيه كامله على ارض راس الحكمه بالساحل الشمالي، تحصل بمقتضاه الدوله على 42 مليار دولار على 7 سنوات. الخبر الاولاني بيقول 22 والخبر الثاني بيقول 42. يعني الانباء دي ناس قالوها ودي ناس قالوها، ولكن مفيش مسؤول رسمي طلع وقال الخبر ده صحيح ولا لا، والخبر هيكون 1 2 3. كل ده احنا بنقوله يا جماعه اصبروا، ومحدش لك يطلع اشاعات والكلام ده كله على بلده. هنا بقى يا جماعه وياتي المشروع براس مال اجنبي يشمل جوجل وامازون وشركات اماراتيه واغلب المطورين المصريين مثل اوراسكوم وطلعت مصطفى وحسن علام وغيرهم. بينما ردت مصادر حكوميه حول الامر بانه لم يتم الاتفاق مع رجل اعمال اماراتي بشان بيع منطقه بالراس الحكمه في الساحل الشمالي. اهو
يعني اللي كتب الخبر قال برضه هو بينما ردت مصادر حكومية، في مصادر حكومية اهو حول الأمر بأنه لم يتم الاتفاق مع رجل أعمال بشأن بيع منطقة براس الحكمة في الساحل الشمالي. ادي اهو، ادي رد اهو، نفس الخبر قال في إشاعة أولى وقال في إشاعة تانية، يعني إشاعة أولى ب 22 مليار وإشاعة تانية مش عارف بكام 40 مليار، وآدي قال إن في مصدر حكومي قال والله ما فيش اتفاق ولا القصة دي كلها. فإحنا مش عايزين نسمع الإعلام المعادي اللي بيشعل الدنيا وبيخلي المواطن خلاص يكره نفسه يكره بلده، فطبعا ما ينفعش. وأوضحت أن منطقة رأس الحكمة منطقة بالساحل الشمالي تحت التخطيط، ولا يوجد أي اتفاقات أو تعاقدات عليها في الوقت الحالي. أو تأكيد تاني أهو. ويسعى المخطط الجديد يتضمن لتكون رأس الحكمة منطقة سياحية عالمية وإنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط، حيث تعتمد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كيلو. وتشتهر رأس الحكمة بوجود عدة فنادق كبرى هناك، إضافة إلى وجود أنشطة سياحية مختلفة تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى. طيب تعالوا تاني، هل تم بيع رأس الحكمة؟ بأكد تاني، الخبر بيقول من المقرر أن يتم تطوير مدينة رأس الحكمة الكائنة في الساحل الشمالي، وذلك في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052 وفقا لما نشرته القاهرة الإخبارية. يعني يا جماعة الخبر كله لسه محدش عارف عنه أي حاجة خالص، فمش عايزين زي ما انا قلت لك الارض اتباعت بس احنا هنبيع البلد، الكلام ده كله غلط وغير مسموح به. فبعد اذنكم لما يكون في خبر رسمي هنفهم وهيكون في توضيح واكيد القيادة تعلم ما تفعل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.